السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير دايما وفي أفضل حال. النهاردة بإذن الله طريقة تحضير إكلير، طريقة بسيطة جدا، طريقة مفيهاش غلطة، بمعنى إن شاء الله طريقة ناجحة من أول تجربة. مش هيشرخ، مش هيحصل فيه أي مشكلة بإذن الله تعالى. تابعونا للنهاية، ما تنسوش لايك واشتراك في القناة. مهم جدا اللايك عشان الفيديو يوصل لكل الناس، دعما للقناة من حضراتكم. في البداية زي ما حضراتكم شايفين المقادير بإذن الله، معانا الدقيق. أول حاجة حابب أوريه لحضراتكم دقيق 5 نجوم متعدد الاستخدامات، اللي هو بيتباع في أي ماركت. في العبوة اللي حضراتكم شايفينها ده كويس جدا للمعجنات والمخبوزات. هنا معانا معلقة ممسوحة سكر، على 350 جرام من الحليب، على مع نص معلقة صغيرة من الملح. معانا 100 جرام زيت، 100 جرام زبدة، أي نوع زبدة ممكن نستخدمه، زبدة فرن كريستال لو نيوزيلندي هيكون أفضل بكتير. هنا كل المقادير السوائل على بعض. ومعانا 350 جرام من المية، 350 جرام حليب، 350 جرام مية، مع عليهم 100 جرام زيت، 100 جرام زبدة، نص معلقة صغيرة ملح، معلقة ممسوحة سكر. كل السوائل على النار، لازم احطها على النار لحد ما تغلي كويس جدا، لازم تبتدي تغلي. وهنضيف عليهم 500 جرام دقيق، وبعدين نعجنهم على النار. لازم الاكلير يتعجن على النار، لازم كمان يتعجن على النار ويتخدم كويس جدا على النار لحد ما نلاقي الحلة في الارضية عملت قشرة. دي حاجة مهمة جدا، دي بنتأكد منها ان هو اتخدم مظبوط. كمان بعد ما نعجنه على النار هنشوف ازاي ممكن بننعم العجينة في المضرب، او ممكن ايه البديل، ان احنا ممكن نعجن الاكلير على ايدينا مفيش اي مشكلة بدون مضرب خالص. هنا انا الحليب او السوائل غليت معايا، ولكن بتأكد ان الزبدة ساحت تماما. بعدين هبتدي انزل بال500 جرام دقيق واعجنهم على النار. لازم اعجن كده بمعلقة خشب، لازم يعني مهم جدا ان العجن كمان العجينة مش هتكون طرية قوي. يعني مهم جدا ان احنا نستخدم معلقة خشب في العجن عشان نقدر ان احنا نخدمها كويس، ما يبقاش فيها اي تكتلات دقيق، مفيش اي تخريز كده في العجين. يستحسن كمان ان الدقيق نمنخله بمنخل او باي مصفى كده اللي موجودة عندنا نستخدمها، مفيش اي مشكلة. هنا زي ما حضراتكم شايفين كده لازم اعجن على النار، ما سيبهوش. وكمان النار تكون هادية، يعني ما نعليش النار قوي. مجرد ان هو غلي معانا هنهدي النار وننزل بالدقيق نبتدي نعجن. هيكون الموضوع بسيط جدا بإذن الله تعالى، والطريقة إن شاء الله هتكون ناجحة. هنشوف المتغيرات فيها عن التجارب اللي احنا عملناها قبل كده. دي زي ما قلنا القشرة اللي بتبقى في الحلة. هنا لو مش متوفر عندنا المضرب زي ما قلنا، انا هنا بديها تقليبتين بس في المضرب وهي سخنة، لكن مش هنزل بالبيض، استحالة انزل بالبيض والعجينة سخنة، لازم تبرد تماما. وبعدين ابتدي انزل بيه البيض، لازم تبرد. مش متوفر عندنا المضرب، مش حابين قلقانين ان المضرب والسخونية وكده، ممكن بالنشابة وعلى الرخامة كده ايه نبتدي ننعم العجينة، نفردها كذا مرة بالنشابة ونرجع نلمها ونفردها. ده تنعيم للعجينة، بتكون معانا افضل بكتير. هنا زي ما حضراتكم شايفين 6 اصفر بيض، وعلى 8 بيضات كاملين، 8 بيضات كاملين عليهم 6 اصفر بيض. كتر الابيض البيض ممكن يشرخ الاكلير زيادة عن اللازم، كتر الابيض البيض يشرخ معانا الاكلير، بينفخ. هو الابيض البيض البروتين بتاع البيض هو اللي ممكن بينفخ معانا الاكلير، فاحنا بنخاف ان هي تتشرخ معانا. وفي نفس الوقت لازم تعلى معانا الاكلير عشان تبقى مفرغة، تبقى فاضية من جوه. فهنا بنستخدم ابيض مع اصفر، هنستخدم 8 بيضات كاملين عليهم الفانيليا مع 6 اصفر بيض. هخلطهم بقى مع بعض وانزل بضاية بضاية او شوية شوية في العجان كده، وابقى اشربها للعجين وبعدين انزل بالتاني، فاشرب وانزل بالكمية التانية. دي حاجة مهمة جدا في الاكلير، ان احنا ما نقلبش البيض كله كامل. لازم ان احنا، وما ينفعش نزود مثلا السوائل ونقلل بياض البيض او الصفار. هي الوصفة زي ما قلناها هتطلع معانا مظبوطة بإذن الله تعالى. الكمية دي تقريبا بتعمل معانا بالمقاس، ان احنا مثلا لو هنعمل زي ما قلنا الطول بتاع الاكلير 10 سنتي مثلا او 12 سنتي،
يعني لو 10 سنتي هتعمل معانا تقريبا 35 قطعة. ممكن لو هنعملها اللي هي 12 سنتي بطول قطعة الجاتو مثلا، او بطول القاعدة اللي هي بتاعة الجاتو لو هنحطها على قواعد الجاتو، فتقريبا هتعمل معانا 30 قطعة. في الحدود ديت هنستخدم التيب او البلبلة مقاس 9. مهم جدا ان احنا نستخدم بتاعة الاكلير اللي هي مقاس 9. وده ليه؟ ما ينفعش نستخدم مثلا اللي هي بتاعة الرفيعة بتاعة البلح الشام او بتاعة البسكوت، عشان ما نضغطش نفضل نضغط عليها مثلا عشان ايه ما تطلعش معانا. مثلا ايه الناس بتطلع معاهم رفيعة فبيضطر يكبس كده فيها، فما بتطلعش الخطوط مظبوطة، ما بنسحبش السحبة بتاعة الاكلير مرة واحدة. ده الشكل اللي حضراتكم بقول لحضراتكم عليه. هنا بصوا زي ما حضراتكم شايفين كده بنسحب خط مستقيم، بنمشي بالتيب بالبلة بتبتدي معانا ايه بيطلع الحجم بتاع الاكلير المظبوط. لو بنعمل بالرفيعة هنلاقي ايه ان احنا بتطلع رفيعة جدا، فبنضطر ان احنا نضغط كده ايه زي كأننا بنعمل روزيتات ورا بعض، فما بتطلعش الشكل ما بيطلعش معانا مظبوط. هنا بنقطع زي ما قلنا مقاس 10، هتعمل معانا تقريبا 35 قطعة في الحدود ديت. وكمان مفيش اي مشكلة ان احنا نشتغل على الصاج على طول، كمان بيكون افضل بعض الاحيان من السيليكون. لو احنا مثلا بنشتغل في فران فيها مراوح او كده، ممكن المراوح القوية بتطير الاكلير بعد ما بيبتدي ينفش من على السيليكون وهو لسه مثلا اول ما ينفش وهو طري، فتلاقيه اتزاح كده من على السيليكون، فابتدي الشكل بتاعه ممكن يبوظ. ده بعض الافران اللي هي الكونفكشن بيكون المراوح بتاعتها قوية. ولكن لو بنستخدم من غير السيليكون مفيش اي مشكلة جدا وبيطلع كويس جدا. انا عملت نص الكمية على السيليكون وبقية الكمية عملتها على البلانشا على طول. البلانشا الالمونيا اللي انا بستخدمها في التقطيع، او بستخدمها مثلا في حاجات زي كده بعمل عليها ساعات بسكوت وبيخش الفرن مفيش اي مشكلة. بعمل عليها تقطيع، بقلب عليها حاجات من الفرن بتبقى شغالة معانا كويس اهي زي ما حضراتكم شايفين. التسوية، التسوية في الإكلير لازم يتعامل معاملة الكيك، بمعنى إن أنا مثلا خبزت على درجة حرارة 180 20 دقيقة، وبعدين بعد 20 دقيقة هديت الفرن 170 ربع ساعة، يعني قعد معايا في الفرن 35 دقيقة. معاملة الكيك ما ينفعش ارمي الاكلير على نار مش سخنة، ما ينفعش افتح على الاكلير كل شوية، لازم اعلي النار، اعلي الحرارة 180 وانا شغال واخبز على طول. الاكلير ما ينفعش يستنى بره. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش مثلا اعمله اقطعه كده بالبيض واقطعه كده بالكيس واسيبه مثلا ساعة ساعتين، لا لا لا، غلط. لازم اول ما يتعمل يستوي على طول مباشر، ما يقعدش معانا خالص يبوظ. يعني ما ينفعش مثلا احضره وابيته في التلاجة متقطع، لا 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 لا، اتعمل اتقطع خلاص جاهز على التسوية. لازم تكون الفرن هي المنتظرة بتستنى كده الاكلير. هنا بقى الحشوة بتاعة الاكلير او الكريم باتسري. هنا زي ما حضراتكم شايفين كده انا ايه دايما الحشوة بتاعت الاكلير بحب ان هي ما تكونش كلها كريم باتسري، لازم اضيف معاها كريم شانتيه عشان يديها هشاشان اكتر. والباتسري بيديه برضه بيدي القوام اللي هو الكريم باتسري، ان انا باكل باتسري اللي هو بتاع الاكلير. ولكن انا بعمل ايه بالمقادير بالميزان تطلع معانا مظبوطة. ربع كيلو كريم شانتيه، ربع كيلو كريم باتسري، عليهم كيلو لبن ساقع، كيلو لبن متلج كده. هبتدي اضيف 100 جرام سكر عشان الشانتيه، لكن الباتسري واخد السكر بتاعه بيكون جاهز كده بالسكر بتاعه. فبضيف بقى ال100 جرام السكر دي التانية عشان الربع كيلو كريم شانتيه، وبفورهم كلهم مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده في المضرب. دي بقى الحشوة دي في الدوناتس في الملفيه بتبقى تحفة، خفيفة هشة، فيها الباتسري القوام بتاع الباتسري اللي احنا مثلا بناكل الحاجة بالباتسري، في نفس الوقت ما يبقاش مجلد. يعني بمعنى ايه الكريم الباتسري ممكن لو قعد في الحشوة مثلا بات في الاكلير او كده يوم او حاجة نلاقيه جلد، هنا بيبقى معانا مظبوط. تاني حاجة هنا زي ما حضراتكم شايفين كده، لما اجي اعمل اكلير روشيه او نوتيلا اي حاجة عموما هتتفنش بني، لازم تبقى الحشوة بني. ما ينفعش اخد الابيض وراح جاي مغطس في بني، هيبقى الموضوع كده ملخبط مش متناسق. مفيش تناسق زي ما قلنا ان احنا لما حتى لما بنيجي نعمل الفينش
بنفضل ان احنا ندي الحاجة تكون معبرة عن الفينش بتاعها. يعني مثلا لو هعمل نوتيلا ممكن احط لوجو نوتيلا او احط بندق. مثلا هعمل الحشوة مثلا اوريو يبقى هفنشها من جوه اوريو. هعمل لوتس يبقى هفنشها من فوق لوتس. وهكذا التناسق ما بين الفينش ما بين الطعم ما بين الحشو دي حاجة مهمة جدا. لازم نتعود ان احنا نشتغل عليها اللي هي تبقى الحاجة مظبوطة. الفاكهة لازم الفاكهة هنا في الاكلير زي ما حضراتكم شايفين كده ايه، اقسم الوش تماما، مش هعملها سندوتش، لا، هقسم الوش النص اللي فوق عن النص اللي تحت. وبعدين اعمل الارضية زي ما حضراتكم شايفين الكريم باتسري، وبعدين اضيف عليها بقى ايه، كريم الباتسري اللي هو او الكريم اللي احنا عملناها زي بالشكل ده او بالطريقة ديت. الحشو طبعا هنا ايه الاكلير الحمد لله متفارغ من الداخل متفرغ، فبيشيل معانا الكريمة بتبقى كمان كويس جدا. هنا لازم اعمله بالشكل ده عشان اقدر اني لو حابب اعلق عليه الفاكهة مانجا ايا كان نوع الفاكهة فيكون معانا مظبوط. بقطع المانجا شرايح كده بالعرض اللي انا حابب، ممكن اغطي بيها من الجوانب. يعني لو حابين ان هي تكون كبيرة لشريحة المانجا وتنزل تغطي الجوانب مفيش اي مشكلة. حابين بالشكل ده ونبتدي نستخدم مثلا شرايح كيوي، شرايح البرقوق، تفاح، ايا كانت الوان الفاكهة عموما لما بتتشكل كده كتير في اي نوع فاكهة بتدي شكل كويس جدا. لما نستخدم بقى الفاكهة يبقى لازم عشان نحافظ عليها اكتر من يوم يبقى جيلي تلميع على السخن. في فرق ما بين الجيل التلميع على السخن والجيل التلميع على البارد. الجيل التلميع على السخن بيبقى فيه نسبة جيلاتين بتنزل كده تغليه على النار كأننا بنغلي المية، هو استخدامه الجيلي كده. او ممكن في الكاتل بتاع الشاي مثلا نفضي الجيل التلميع السخن يسيح يغلي معانا كويس، وبعدين نبتدي نصب وبفرشة نبتدي نلمع. ولكن لازم يغلي لازم يغلي. يعني مثلا ما سيحوش على حمام بخار لان هو اساسا هيبقى متكتل. فانت لو ما سيحتوش اللي هو بقى بيغلي معاك وجيت تعمل بيه هتلاقي كده نزل قطع فوق الفاكهة بقى شكله وحش جدا. فلازم يغلي عشان يبقى سايح، خصوصا لو الفاكهة او الحاجة معانا ساقعة. فلازم تنزل بحاجة سخنة على الفاكهة كده ايه، تلمعها بسرعة، هيعمل طبقة جيلاتينية فوق الفاكهة بيحافظ عليها لأكتر من يوم. ينفع نعمل جيلي تلميع على البارد لو احنا مثلا بنشتغل اوردر اونلاين مثلا وايه هيخلص بسرعة. لكن طبيعي جدا في المحلات كلها بتستخدم جيلي تلميع سخن عشان تقعد اكتر من يوم معاهم في الشغل. هنا بنحشي بقى ايه الاكلير التاني العادي معانا زي ما قلنا مثلا هنفتحه زي فتحة السندوتش كده. ودوت الكريمة اللي احنا لوناها وقلنا لازم نلونها. انا لونتها على فكرة بموس شوكولاتة، كان متوفر عندي موس شوكولاتة، لكن هي لازم تتلون بجناش او نوتيلا، ولكن لو موس شوكولاتة هيبقى افضل. بس اكيد مش هنعمل مخصوص يعني. لو حابين مفيش اي مشكلة. موس شوكولاتة اللي خام قبل ما ينزل على الكريم شانتيه اشتغلت بيه في التلوين كان كويس جدا. هنا النوتيلا البيضة او البني او اللوتس في الحر نسبة الزيت لازم تقل. يعني انا مثلا استخدمت على كل كيلو بضيف 200 جرام زيت سواء نوتيلا بيضة او بني سما. سما افضل بديل مثلا او افضل حاجة موجودة في السبريد البني والابيض فكويسين جدا. بالنسبة للوتس دريم احسن حاجة. لكن بالنسبة للشوكولاتات عموما في الشوكولاتات عموما كلها فشركة الأحمدي في الجزئية دي حاجة كويسة جدا يعني. هنا بقى بصب بيهم كده ايه، طبعا قلت ان ده الحشوة البيضة. ممكن اضيف مع الحشوة البيضة كده بسكوت متكسر اوريو عشان افنشه اوريو. لو هضيف مثلا الرافاييلو او هضيف الكندر ممكن استخدمها كده في الفينش بيكون شكلها كويس. بيرجع لسعر البيع. سعر البيع القطعة دي بالمقاس ده اقل حاجة ممكن 15 جنيه. وبرضو نحسب التكلفة بتاعتنا. انا افضل دايما ما بحبش اتكلم عن التكلفة عشان لازم حضراتكم تحسبوا التكلفة، لان هتفرق جدا ان انا ابيع قطعتين او اعمل 5 قطع او 10 قطع. وعلى فكرة هو الاكلير ممكن يتعمل بدون حشو ويتعمل يتخبز وبعد التسوية كده يتهوى كويس واحطه في كيس في الفريزر يقعد معانا شهرين ونطلع نفنش منه مفيش اي مشكلة. فريزر يقعد معانا شهرين مفيش اي مشكلة. زي ما قلنا حضراتكم اللوتس كمان بياخد معانا نسبة زيت، وبعدين ممكن نضيف برضو مع الحشوة مع الكريمة بتاعته نسبة اللوتس. ده هتدي طعم وهتكون حاجة معبرة. هنا بقى ايه، الروشيه. الروشيه ده شوكولاتة سما بتاخد
بندق او سوداني مثلا، مع يعني النسب بالظبط هنقول مثلا 500 جرام شوكولاتة هنضيف ليهم 200 جرام زيت، لان هي شوكولاتة خام، فهتاخد 200 جرام زيت، 250 جرام زيت. وبعدين هتاخد بندق مجروش مثلا 150 جرام، ممكن لو عندنا فيوتين. لو رجعنا لموس الشوكولاتة هنتعلم الفيوتين والكرانشي وحاجات كتير جدا. دي نوتيلا، مفيش خالص مفيش اللي هي مثلا زي ما قلنا نوتيلا بتتصب وبتاخد اللوجو بقى بتاعها، او بتاخد نص بندقية مثلا، حاجة معبرة برضو عن النوتيلا. هنا الفاكهة زي ما قلنا لازم تاخد الجيلي التلميع على السخن لو هتقعد معانا كتير، لو مش هتقعد معانا لازم برضو هنديها لمعة بجيلي تلميع على البارد. هنحل الجيلي التلميع على البارد على النار، حاجات بسيطة جدا. هو الجيلي التلميع على البارد او الجيلي الشفاف على البارد بيكون زي القوام بتاعه زي جيلي الشوكولاتة والكراميل والحاجات دي الأشكال بعد ما خلصت. هتمنى من حضراتكم لايك دعما للفيديو، دعما للقناة، وبشكركم جدا. وما تنسوش أهم حاجة تنشروا تجاربكم على جروب شيف مرسي جمعة على الفيسبوك. دي حاجة مهمة جدا عشان ندي الناس ثقة إن الوصفات بإذن الله تعالى مظبوطة مفيهاش ولا غلطة. بشكركم جدا، مع السلامة.